اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية بقى يا جماعة عايزة أقول لكم إن أكلة النهاردة دي كانت خلاص بتبوظ معايا، بس لحقتها بتكة واحدة بس. أظن إن كل واحدة فينا دماغها مشغولة بمية فكرة ومية موضوع. كفاية بس الولاد الصغيرين واللي بيعملوه في دماغنا يا جماعة. أكلة النهاردة دي هتعجبكم بطريقة فظيعة. لو جربتيها هتدمنيها، وخصوصا في الأوقات اللي انت بتبقي مكسلة تعملي أكل فيها من كتر سهولتها. بصوا بقى، تعالوا نسمي بسم الله ونشوف هنعمل ايه. انا عندي هنا 2 حبات بطاطس، يعني بطاطسيتين كده حجمهم حلو زي ما انتوا شايفين. قطعتهم مكعبات صغيره كده علشان سويهم يبقى مظبوط. والطماطم دي انا كنت مطلعاها علشان انقي منها المستوي واعرف اطحنه في الخلاط. بصوا البطاطس بعد ما خلاص قطعتها غسلتها غسله محترمه وحطيتها في شويه ميه وسبتها على جنب. ده طبق فيه حوالي 500 جرام من الصدوق، يعني نص كيلو من الصدوق. قطعتهم برضو كده لقطع صغيره زي ما انتوا شايفين. على فكرة يا جماعة، الصدق بيبقى أريح جدا 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 لما تقطعوه وهو لسه طالع من الفريزر. بصوا الحتة اللي تحت دي كانت لسه يعني متجمدة شوية، فكانت سهلة عليا في التقطيع جدا من التاني. الصدق لما تيجي تقطعيه يستحسن انه يدوب بس يرتاح من الفريزر شوية وتبتدي تقطعيه. هو بيبقى ساقع بس يعني بيريح خالص بصراحة. قطعت اهو بقيت الكميه، وعندي اللي انا كنت بوريه لكم ده توم مفروم متفرز في الفريزر. انا بحب اشيل التوم مفروم من السنه للسنه. هنا بقى خدت كام حبايه طماطم كده، حسيت ان هم طريين، بنقي منهم كده الطري علشان اخلص منه والباقي يبقى ماسك نفسه يقعد وقت ما يقعد بقى. جماعه الاكله دي تحفه تحفه تحفه، ما بتاخدش منك وقت. طعمها فوق الفظيع. انا وانا بعمل الفيديو اساسا جت على بالي تاني ان انا هعملها تاني من كتر ما هي كانت فظيعه، والمره دي كمان. يعني شوفوا سبحان الله، ساعات الاكله بتبقى خلاص هتبوظ مننا ونلاقي طعمها احسن من الطبيعي. يعني بجد هي التكه اللي حصلت معايا دي كانت ممكن فعلا تبوظها، بس انا لحقتها. وحسيت ان طعمها كان احلى من كل مره انا بعملها فيها. انا هنا جبت حوالي 3 معالق زيت كبار، حطيت عليهم معلقتين صغيرين من الثوم المفروم، او في حدود 4 5 فصوص من الثوم. على قد ما تكتري من الثوم على قد ما الاكله طعمها بيطلع تحفه. ضربت بقى الطماطم زي ما انتوا شفتوا، واول ما لون الثوم ابتدى يغمق معايا وان هو خلاص اتشوح، نزلت بيه الطماطم. وهنا بقى كانت الغلطه، ان انا بصوا بقى كنت المفروض اعمل ايه. المفروض اول ما الثوم لونه اغمق كده كنت المفروض انزل الاول بالصدوق. المفروض كنت نزلت بالصدوق الاول، واول ما الصدوق يتشوح انزل بالطماطم. بس انا الحمد لله لحقت الدنيا، مفيش اي حاجه تقف قصادنا يا جماعه. اول ما الطماطم نزلتها خلاص غطيت عليها وسبتها تستوي مع بعضها، بس انا وطيت عليها شويه. جبت الجريل بتاعي وحطيت فيه، قررت اللي انا عملته تاني. حطيت التوم ومع الزيت برضو، واول ما التوم يعني بيبتدي ان هو ياخد لون بنزل بالصدق بتاعي على طول، اديه صدمه معاه. وافضل اقلب في الصدق كده تقلبتين حلوين لحد ما الاقي الصدق خلاص ابتدى يمسك نفسه وابتدى يستوى. افضلي بقى قلبي كده وايدك فيه علشان ما يبقاش فيه حته مستويه وحته لا. قلبي فيه من كل ناحيه، يمين وشمال وشمال ويمين، لحد ما تلاقيه تمام معاكي. في اللحظه دي بقى هبتدي انزل بالبطاطس اللي انا كنت مقطعاها معاكم. البطاطس لما تتقلب في الوقت دوت بتاخد من طعم الصدق والصوص اللي نازل من الصدق ده، وبتبقى الريحه هنا خطيره يا جماعه. حطي بقى التوابل اللي انت بتحبيها، حطي ملح، حطي فلفل. انا عندي حبة بهارات تحفة، احطهم على بطاطس يودوها في حتة تانية، احطهم على فراخ يخلوها تحفة، احطهم على لحمة بتنفع معايا في كل حاجة. بصراحة حلوة قوي 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 قوي، هوريها لكم دلوقتي. انا حطيت نص معلقة كبيرة منها. اهي دي البهارات اللي بقول لكم عليها، حطيت نص معلقة كبيرة يا جماعة. خليتها طعمها ولا اروع من كده. البطاطس كل ما تتقلب مع الصدق كل ما بتاخد طعم اروع من قبلها. قلبت بقى الكلام ده كله مع بعض. المفروض بقى احنا في الوقت ده كنا ننزل بعصير الطماطم، بس طبعا لولا التركية اللي حصلت انا خدت الخليط اللي انا عملته ده كله نزلت بيه في عصير الطماطم، ولا كأن حاجة حصلت ولا كأننا غلطنا في اي حاجة. الاكله طلعت ولا اروع من كده. نزلت بقى بالبطاطس والصدوق اللي انا شوحتهم مع بعض في عصير الطماطم بعد ما انا طبعا كنت مسبكاه بالثوم، واديهم تقلبتين كده مع بعض وغطي الحله. خليهم يستووا مع بعض لحد ما تلاقي يعني انت تختبري الاكله ان هي استوت بالبطاطس. اول ما تلاقي ان البطاطس خلاص استوت وبقت تمام يبقى الاكله كده تمام زي ما انتم شايفين. الريحه في الوقت دوت كانت ولا اروع من كده. ده غير الطعم طبعا، ان ممكن الاكل يكون شكلها حلو بس الطعم ما يعجبكيش.
بس هنا بقى طعم وريحة وشكل وكل حاجة يا جماعة، شايفين بقى؟ اظن ان انا مش محتاجة اتكلم واوصف لكم، انتوا شايفين. لازم تتاكل بقى وهي سخنة كده في وقت الشتا ده، وهتبقوا في اخر 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 انبساطكم يا جماعة. انا قدمتها بقى مع الرز الابيض، وممكن كمان تقدميها مع الرز بالشعرية، هتبقى برضو معاكي تحفة. لو لسه بتشوفوا الفيديو لحد هنا، ما تنسوش تشتركولي في القناة وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. مش محتاجة اقول لكم ان رأيكم بيفرق معايا جدا جدا جدا. تعالوا بقى ندوق مع بعض يا جماعة. انا حاسة ان انتوا هتدوقوها دلوقتي، هتدوقوها دلوقتي يا جماعة من الفيديو. تحفة 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 بكل المقاييس. جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. اظن ان في ناس كتير ممكن تكون بتعمل الاكلة دي. شايفين بقى؟ تحفة. وبكده خلصت وصفتنا النهاردة. باي.